السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي أخباركم إيه؟ إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعضينا القرنبيط بطريقة حلوة جدًا، أتمنى يا رب إن شاء الله إنها تعجبكم. طبعًا كنت بقى لي فترة ما نزّلتش فيديوهات، ممكن يكون أسبوع أو أكتر لظروف كده، فإن شاء الله يالّا بقى ارجعوا شجعوني بلايكاتكم وبتعليقكم الحلوة علشان أنزّل فيديوهات أكتر. نبدأ كده بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيًا كده القرنبيطة بتاعتي صغننة على قدّي ويمكن يعني يمكن كمان كبيرة كمان علينا. يعني السنة دي أنا أول مرّة القرنبيط يخُش بيتي، وأحيانًا فيه ممكن موسم ما اجيبهوش، لإن أنا عندي أولادي ما بيحبوش، فأنا قُلت بقى قُلت أجيبه يمكن ربنا يكرمهم كده ويفتح عليهم وياكلوه، وكمان علشان خاطر مراد يتعلّم كده إن هو ياكله عشان ما يبقاش زي اخواته التانيين. فأنا جبتها كده وقطّعتها تمام، هابدأ بقى آخُد زهرية، زهرية زي ما أنتم شايفينها كده. صلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى يا رب إن أنا يكون صوتي واضح. بعد ما أقطّعها بقى كلّها بالطريقة دي، طبعًا ممكن تصغّريها أصغر من كده، تكبّريها دي براحتك يعني. هاخدها بقى كده لإنها طبعًا وسخة طبعًا من الأرض وكده والنقل من هنا لهنا، فبتبقى فيها بعض الحبّات كده بتبقى مش نضيفة. هاخدها بقى أغسلها غسلة تمام كده تحت المَيّة تمام. هاحط معايا حلة على النار فيها كمون وفيها حبة ملح، ولو عندِك لبن ممكن تحطي لبن، بس أنا هنا في الخطوة دي أنا نسيت تمام. هابدأ بقى بعد ما حطيت الكمون وحطيت الملح، هابدأ بقى أنزل كده بزهرية زهرة تمام. صلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أول مرّة بتشوفيني ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، ولو عجبِك الفيديو ما تنسينيش باللايك وتعليق حلو منِّك كده يشجعني. أنا جِبت هنا 3 حبّات من البيض، هي القرنبيطة بتاعتي يعني هتاخد 3 حبّات من البيض. هنا البيض حجمه كويس، وبعد كده هاحط نُص معلقة كمون، نُص معلقة كزبرة، نُص معلقة فلفل أسود، والملح حسب الرغبة، وهاحط بابريكا. وهاحط كركم كمان علشان يخلّي القرنبيطة صفرا كده ولونها حلو، وحطيت هنا نُص كوب من اللبن تمام. هابدأ أنزل بقى بالبهارات بتاعتي كده، صلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هاجيب بقى شبت وبقدونس، ممكن شبت وكزبرة، ممكن كزبرة بس، الخضرة دي يعني حسب ما أنتِ عايزة. وحطيت كمان قرن شطة صغنن كده، وحطيت حوالي 4 فصوص توم فرمتهم تمام. وهابدأ بقى أشوف بقى القرنبيطة بتاعتي كده على البوتاجاز. أنا ما باسيبهاش لمّا تستسلق يعني تستوي خالص، لإن ما تنسيش كمان إنها لسه هتتحط في الزيت، فهتكمّل سواها في الزيت تمام. هابدأ بقى أطلّع زهرات القرنبيط بتاعتي كده، صلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. آآ وبعد كده بقى هنبدأ نكمّل الخلطة بتاعتنا. أتمنى يا رب يكون فيديو النهارده كده يعجبكم بإذن الله. هارجع بقى أكمّل الخلطة بتاعتي كده. هابدأ هنا هانزل بأقل من كوبّاية دقيق، يعني كده قولي خدت مثلًا نُص، وهاخد كمان عليه معلقتين نشا تمام. صلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هابدأ بقى أضيف هنا كده المعلقتين النشا بتوعتي. هاحط كمان حبّة لإنهم ما كانوش ملانين أوي. بُصّي ممكن لحد كده توقّفي وتعمليها على مرحلة مرّة واحدة تمام. أنا هنا هاعملها على خطوتين، بس مش كل القرنبيط أنا باعمله كده. حطيت حبّة دقيق وهاحط كمان عليهم معلقتين نشا وهاحط سِنّة كركم تمام. هنا أنا هاعمل القرنبيط بتاعي كده وكده، يعني هاعمله في المرحلتين وهاعمل كمان نُصّه بس كده، يعني أنا هاحطه كده زي ما هو كده وأروح قاليها على طول. أحطه زي ما هو كده في الدقيق في البتاع الخلطة بتاعته، وأروح محمّراه. وحبّة وكمان كام زهرة كده هاعملهم بنفس الطريقة دي. أعمله الأول في البيض، وبعد كده أنزل في الدقيق وفي النشا تمام. طب إيه الفرق بين ده وبين ده؟ واحد اللي هو بالدقيق ده بيخلّيه لِك مقرمش زي الكنتاكي تمام، بيخلّيه مقرمش. وإن أنتِ تحطيه في البيض وتطلّعيه كده على النار، بيبقى طبيعي كده ما بيبقاش مقرمش. بس أنتِ لو هتسأليني في الطعم أنهو أحلى، هاقول لِك لأ، اللي هو تحطيه في البيض وتروحي منزّلاه في الطاسة على طول، دول بيبقى أحلى وأطعم من إن أنتِ تحطيه في الدقيق مرّة تانية. فأنا عملته بالطريقتين، وأنتِ زي ما تحبي، حابة تعمليه في مرحلة واحدة تمام، حابة تعمليه في المرحلتين برضه تمام. بس أنا قُلت لِك أنا بالنسبة لي الأطعم إن أنا أحطه في البيض وأروح منزّلاه في الزيت مباشرةً. حطيت هنا زيت نضيف تمام، خلّيته سخن كده، وبعدين نزلت بحبّات الزهرة زي ما أنتم شايفينه. صلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النتيجة ديّة يعني حد ما بتشربش زيت تمام، وبتبقى مقرمشة كده معاكِ. إنّما الطريقة التانية في الطعم طبعًا أطعم وأحلى.
فهي ما تبقاش شاربة زيت يعني يعني بطريقة يعني مش شاربة زيت، شاربة زيت يعني. طبعًا هي بتطلع على المناديل حبّة الزيت اللي بتبقى فيها بتبقى طالعة على المناديل، فالمناديل بتمتص حبّة الزيت البسيطة دي بس، إنما الطريقة ديّة ما بتبقاش فيها زيت إطلاقًا خالص، الطريقة إن أنتِ تغلّفيها بالدقيق والنشا ما بتبقاش فيها زيت أبدًا، تمام. هابدأ بقى كده أقلّب من الوقت للتاني، وهُم دول اللي أنا هاعملهم بس اللي هاغلّفهم بالدقيق، وبقية الكمية كلّها أنا هاعملها هاحطها في البيض وأروح نازلة على طول في الزيت، يعني مش هاغلّفها في الدقيق. فاللي حابب ياكل كده بقى ياكل، واللي حابب ياكل كده ياكل. صلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وصلتِ لحد هنا وما حطيتيش اللايك فضلًا منكم طبعًا حطّي لي اللايك وتعليق منِّك كده يشجعني بالاستمرار، وحابة إن أنا يعني أتمنى إن أنا أكمّل ال1000 مشترك لإن كده الوقت خلاص قرّب. فربنا يجازيكم عنا خير يعني، اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها فضلًا طبعًا، واللي أول مرّة يشوفني يخش كده ياخد جولة في القناة، وإن شاء الله رب العالمين الفيديوهات هتعجبكم، وإن شاء الله رب العالمين هتكونوا بتستفادوا منها إن شاء الله. كده بقى خلاص خلّصت القرنبيط بتاعي تمام، هاعمل بقى بقية الكمية كلّها على مرحلة واحدة، دي هاسيبها شوية لإنها فيها جنب كده إيه لسه ما اتحمّرش، وكده فيديو النهارده كان خلص، أنا خلّصت كل الكمية زي ما قُلت لكم، سامعين دي؟ لأ طبعًا الصوت معلش الصوت عامل، بس هي ديّة اللي بال اللي فيها الدقيق، اللي مغلّفة في الدقيق تمام، اللي هي الناشفة دي. والباقي تمام. ده شايفة دي طرية إزاي، دي اللي هي طلعت اتحطّت في البيض على الطاسة على طول، إنّما دي اللي هي اتغلّفت بطريقتين. أتمنى يا رب إن يكون فيديو النهارده عجبكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.